Ladies and gentlemen, اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست مش عارفين اسمه ايه. معانا النهارده ضيف ان شاء الله يكون ضيف دائم وساكن دائم في هذا المكان. لا مش عايزينه. مش هنعمل التظبيط دي. علي اسمر. وكالعاده معايا صديقي الاقرع محمود سرحان. كانت سفريه متعبه جدا. الاردن الأقرع حلوة. الاقرع. انت شايف ايه بجد؟ والله سيبك ان احنا بنصور وسوالف جديه. والله حلو اسم بودكاست الأقرع تعرف. اوكي احنا لسه راجعين من الاردن. اوكي كانت سفريه رائعه الصراحه. جماعه الجمهور الاردني قعدوا يخوفونا كشره الاردنيه. أنا خوفتك. قاعد يخوفون. ما انا عايز أنا احميك. صراحة كان خفان عقلي صراحة. ليه يا أخي كل حدا كان شو حكى لنا هذا بطار اسمه عبد بطار صار أول ما شاف صار يحكي لي أنت محمد بدر أنت خرافي مصريين وأنت حتصير إشي كبير، حتصير كيفن هارت. علي أسمر الله يعينك والله هيفضحوا عرضك الجمهور. ليش هيفضحوا عرضي؟ اسمع والله انا خف عقلي ترى. ما الجمهور كان فنان وقعد. بعدين مع احترامي شديد للجمهور اللي بيجي يحضرنا في دبي، بس جمهور الاردن بيهانج اوت بعد الشو. كانوا على شويه ويطلعوا ياكلوا معانا اقسم بالله. يعني على شويه لذيذين فنانين صراحه. ما انت قاعد ساكت ليه؟ انا قاعد ساكت. انا جه في بالي بس ان انت رابع احلى واحده شفتها بعد. اوكي وي هاف تو تيل ذا ستوري. مين اللي يحكيها؟ لا انا بدي احكي كيف احكيها. انا بدي احكي كيف انا تعرفت على محمود. بصير اوكي قول. انا محمود ما بعرفه، شفته اول مره بالمطار. اوكي اجى متاخر وكانت حتروح للطياره وانت عصبت. عم نحكي كنا قاعدين قبال بعض ولا محمود هيك بيعمل لي علي. انا مش فاهم شو لازم اعمل زي هيك. قلت له حركه متحرشين فشخ مبدئيا. فانا طلعت شو عم بيعمل. انا مش فاهم الحركه كلها وانت مشي يعني انت مش عم تشرح. وبعدين بعديها بلش اول افيه ثاني افيه ثالث افيه، وانا صراحه الساعه كانت 6 الصبح 7 الصبح بدي يعني مش مصحصح. وانا بمشي وبحكي لي عم بتمشي لي، بقول له لا بالعكس بتضحك. ما بتمشي كمل جرى بيزك صراحه. بقول لك ادينا نكته من النكت اللي قلتها لعلي اول ما اول ما قابلته. فاكر؟ انا فاكر اول واحده قلتها له. ادينا واحده. قلت له فكهاني اتخانق سب التين. نفس الضحك الفيك قاعد ضحكت لي. عايزين واحده اقوى. كهربائي قاعد على القهوه طلب فيشه تفاح. يبعت لي امبارح. بعتها لي امبارح. ما انا اكيد مش هينفع اقول اللي هو بعتها لي امبارح. هذيك بليب كلها. بس واحد عايزين انا اقول لهم نكته عماره الدعاره. لا طيب we're gonna get banned before we even start. اوكي احنا عايزين. اوكي اول حاجه ما احنا لما رحنا الاردن عملنا انترفيو في التلفزيون، انترفيو في الراديو. اوكي فمحمود كان ليه. اوكي محمود شاب في مقتبل العمر، عمره 25 سنه ويبحث عن فتاه للزواج. اوكي فهو اي بنت بيقابلها كانديديت. فانتوا لو شايفين في نفسكم انكم كانديديت ممكن يتجوز محمود، لو سمحت اكتبوا لنا في الكومنتس. بس محمود حاول ان هو يعني ايه يستميل الحسنوات في الاردن. اوكي مين هيحكي القصه؟ محمود هيحكي القصه ولا علي هيحكي القصه؟ لا انا اوكي علي لانه كنا راح نتسفر يعني. اوكي اول واحده قولها. وصلنا على القناه، نحن كنا عندنا انترفيو بقناه رؤية. اول ما وصلنا طبعا دخلنا على غرفه ريحه دخان، في 50 علامه ممنوع التدخين بس ريحه كل شيء دخان. اند بوز هنا لان اول حاجه انا حبيتها في الاردن احترام حقوق المدخن. لان انا مدخن. اوكي اسمع والله العظيم انا شايف انه يا جماعه انا حر، انا عايز ادخن، احترموا حقوقي انا كمدخن. في اوضه للمدخنين بتكييف. خلاص انت عايز تدخن ادخل، مش عايز تدخن اطلع بره. هي كانت غرفه يا حبيبي جمعوا. هي كانت غرفه مش للمدخنين. لا للمدخنين. هو ممنوع التدخين. لا ودخلت المذيعه بتحكي عم بتدخنوا لا شم الريحه. ثواني اوكي اول حاجه طول ديكور زي الستوب ساين. لما تكون موجوده في بار انت بتشوف ستوب ساين بتوقف. شو خص ستوب ساين؟ شو رايح تشيليز انت قبل كده؟ مش في نو باركينج ساين جوه المطعم؟ هاي ديزاين. دي كمان ديزاين يا سيدي. طيب المهم اجت المذيعه. يجي ولا ما يجي؟ اجت المذيعه دخلت على الاستوديو، على الجرين روم تبعت الاستوديو، سلمت علينا، سلمت على محمود، حكت له يا ايدك كتير فلافي. محمود انا بطلع عليه محمود هيك
قاعد زي هيك بعدين محمود قرر يحكي. قال انت احلى واحده شفتها بحياتي بعد سيلينا جوميز. البنت هيك عملت والله ما عرفش تحكي حرام. اوكي بعدين عمل لها ايه؟ بعدين لا هاي حكينا بعدها بشوي عمل الحركه تبعت هاي، حكى لها دانا اساسا عم بيقطع اصبعه. فالبنت فكرت عم بيعمل حركه تانية، عملها اللي صار عملها. لا فكرته عم بيتحرش. فانا بدي انقذ الموقف ممكن ما نطلعش التلفزيون. لا شوفي عم بيعمل لك سحر شوفي زي هيك. فهي وانا قاعد في الكورنر ساكت عرسي عايز الموضوع يكمل علشان اشوف محمود هو بيغرق اكتر واكتر 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 واكتر. بس هي اتخضت في النص كده، قالت ايه كتير كريبي. قلت لها حلو خدي رقم تليفوني بقى. كتير كريبي ها. قالت لي كتير كريبي. قلت لها حبيبي حاجه تسلم. كريبي. والله انا حاجه كريبي. بالشوكولاته ولا باللوتس؟ هو ده اللي ستاند اب كوميديان. هو ده اللي ستاند اب كوميديان كوميديا يا صاحبي. تاني واحده بتاعت الراديو عمل ايه؟ لا بتاعت الراديو دي سيبوني انا احكي عنها. اوكي اتفضل. انا دخلت لقيت عابد بيطار صراحه شخصيه قمه في الروقان والجمدان. لو هو شافني انا بحبك تمام وقعد يقول لي هتبقى حاجه كبيره مش عارف اكبر من كده اروح فين بس يعني ما علينا. قابلت المذيع روبا تمام. روبا اسمها روبا ما فرقتش يعني. والله مش روبا احنا المصريين كل حاجه لازم فيها شد. روبا اوكي كمل. كم عمرك؟ انا حاجه 20. امي اتجوزت وهي صغيره. ايه بس والله انك خريط. عمره امك في الثلاثينات يعني ربع عمرها ماكسيموم 37 سنه. نو برو ماكسيموم. احنا بنعق برو بلا. واحنا هناك صار يحكوا لك بال 94 كنا نحضر كابتن ماجد. نو برو 89 ماكسيموم هي مواليدها. معناته انت قد امه معناته. قول له يا عمو قول له يا ماما. اوكي بعدين كمل. اوكي احنا اسفين يا روبا. اوكي فروبا صراحه انبهرت بيها يعني. فقلت لها انت ثالث اجمل واحده شفتها بعد سيلينا جوميز ودانا لان خلاص يعني وانبسطت. في كيو الصراحه مش اي حد يشوفه يجي بعد سيلينا جوميز على طول يعني. فيرست كام فيرست سيرب. فقلت لها فبس يعني والصراحه قلت لها حوار بلبن ده. لا استنى بقى حصل حوار بلبن ده فين واحنا واقفين نستني التاكسي. برا عم نستنى التاكسي. اوكي وهم واقفين معانا يا جماعه واقفين معانا بس علشان انه اوت اوف كيرتسي عشان دول غربه عن البلد ومش عارف ايه. لا عبد تركنا عبد يلا باي عمل ريفيرس وطلع. بس اخينا في الله هنا انه he had to leave her with something. بس احكي شغله. هي قبل ما يحكي تبع بلبن سالتها مين كيف حتروح فكانت شي والانيشيه توصلنا. بعد حوار بلبن حكت استنى يعرفوا اول حاجه حوار بلبن. اتفضل احكي لهم حوار بلبن. انا وانا كنت ماشي لقيت شارع اسمه شارع الجعانين. ده بجد يعني شارع الجعانين موجود هناك والحمد لله كله مطاعم ودون عن كل المطاعم دي اللي لمح نظري ايه بلبن يعني. هو احمد السفروت فتح عندكم انتوا كمان. فقلت لها تاني يوم انتوا كمان عندكم بلبن ليه يعني. قالت لي ايه بلبن ده انا مش عارفه. قلت لها اكيد طبعا الكنافه ما تعرفش غير كنافه يعني. فسبتها ومشيت يعني. هي اللي سبتك ومشيت وشي لا كانت حتوصل والله كانت حتوصلنا بعدها حكت يلا يا شباب مع السلامه باي. المهم صفرة رائعة. انت متجوز انا متجوز انا مش متجوز يعني هيلب براذر اوت يعني. حفلة حلوة. شكرا لكل الناس استضافونا. التلفزيون راديو عبد ربا دانا خالد معن صراحة يعني صراحة it was very hospitable. في طارق برضو طارق أبو لغد صاحب الثياتر وصاحب قناة الراديو وصاحب أنا شخصيا. وإيمان الفنانة المبدعة إيمان أمل مان أنت ملخبط في عمر ربا وملخبط في اسم أمل. بعد الشو راح عند أمل راما كمان راما عاشور راح عند أمل حكى لها شو الانستغرام تبعك اعملي لي فولو. لا والله ما قلت اعملي لي فولو. قلت لها بعتي لي في دي ام. لا والله قلت لها عايز اعمل لك فولو. صوتك كان جبار بعدين جايبه 72,000 فولور يعني فاهم يعني احنا تاخدنا احنا كده فاهم ايه. لو رامي حرام تحكي لها اعملي لهم فولو انه عم بتراضينا عشان احنا مش مشاهير خالص محدش يعرفنا ولا حد درى عنا. بس ان شاء الله تتفرجوا على البودكاست ده بعد سنه وتقولوا احنا دارين عنهم. بس تعرف عن جد عملونا كانوا مشاهير. انا يعني قبل الشو انت كيف كنت احنا في دبي قبلها بيوم انت كنت خلص مسكري معك. انا كنت خايف من حاجه. انا النقطه من السفر في انك تلعب بره ارضك. انا كنت خايف من انه احنا معروفين عن النطاق المحلي هنا في الامارات. اوكي ليتس بي اونست. اكتر واحد فينا عنده فولورز عنده 4000 فولور.
انت عندك اوكي يعني مش يعني. الارقام Yeah. اوكي. واحنا معروفين في السيركل بتاع الامارات اللي هي مش اكبر بلد في الوطن العربي، الاردن شويه اكبر، فاحنا رايحين يا رب يا رب يا رب حد يجي يتفرج علينا، يا رب نبيع 50 تذكره يا رب. اوكي فقبلها بيوم احنا مش عارفين يعني قبل ما نسافر على الوضع احنا مش عارفين شو السالفه اصلا، احنا مش عارفين الجمهور، مش عارفين اي حاجه، ففي شعور بالبانيك. لما وصلنا البانيك اختفى لان الاردن فنانه صراحه. انا الرحله احكي دي لك شغله، من المطار انا البانيك اختفى، من لما صارت لما التريو تقابلنا احنا الثلاثه من هناك اختفت. ولما اجى محمود عمل حركه هي صراحه اتحرش فيها حركه شباب. اي واحد عايز يشيل ستريس في اي، لو انت داخل ميتنج يعمل حركه اعمل كده كل الناس هتقول عليك اهبل بس خلاص اسمع دي اور جانج ساين خلاص صراحه. this is our gang sign. واحنا كان عندنا اغنيه طبعا ما ينفعش نقول ايه هي، لا ما ينفعش نقول لا ايه هي، بس لا. يعني دي برضو اور تريو حاجه كده زي شعبان عبد الرحيم بتاعنا كده. هو شعبان عبد الرحيم بتاعنا احنا كنا بنسمع شعبان عبد الرحيم الصراحه من الاخر. اوكي so this was Jordan. نبدأ بالنيوز الموجودة النهاردة. أول حاجة احنا ما اتكلمناش لما حصل محاولة الاغتيال على ترامب. أنا عندي I dove into a rabbit hole على الموضوع. جايب لكم سكوبس مش سكوبس بس يعني conspiracy theories. حوار أنا ملك الكونسبيرسي ثيوريز. اوكي بعدين عندك عرضك لحد هلا انا قاعد عم بفكر بانه احنا عايشين بسيميليشن بسبب كل ما يصير شيء بحكي سيميليشن هاي عم بتصير معنا يا عم. طب ايش طيب انترتينت يعني. وفي بايدن خلاص اتسحب اتكل على الله مع سلامة انكل بايدن. مبدئيا انتوا شفتوا محاولة الاغتيال بتاع ترامب صح؟ انا شفتها. ايه رأيك فيها؟ الصراحه انا حاسس انه this is a desperate attempt. يعني انا ممكن اعملها لو عايز واحده من الاكسات ترجع تكلمني. لو محمود انت كويس على فكره الجمهور تبعه اكسات يعني وهو ما شاء الله يعني انت شايف ان هو دبرها لنفسه عشان الناس تتعاطف معاه. يعني مين اللحول اللي هيمشي؟ اول مره اشوف حد اتصاب في ودنه، اول مره في حياتي اشوف حد اتصاب في ودنه يعني محمود بس يعني جت في ودنه يعني مفيش حد بالاكيورسي دي هيجيبها من على بعد 130 ياردة في ودنه ازاي يعني بالظبط. استنى شوي يعني بالزبط. انت قصدك انه اصلا ما صارت وقدامه لا صارت. انا بقول انها صارت وعندي دلائل انها صارت وعندي دلائل ان هم عايزين يخلصوا منه. يعني انت اللي عم تحكي انه عند حدا حاول يقتله وحرك راسه يعني ربنا مش كاتب ده ربنا بقى دي بتاعت ربنا انقذه. بس شفتوا الصور اللي حواليه؟ انا جاي لك بقى في اللي هم السيكريت سيرفيس. انت شفت اوكي انت اول حاجه قول لي رايك. كان كل السيكريت سيرفيس عم بقى مبتسمين بالصور وفي واحده انت حكيت لي عنها صح؟ اللي هي اللي حاولت تحط مسدسها ومش عارفه تحطه دي. عامله زي محمود لما يجي يركب المايك قبل الشو مش عارف ايه قاعده ورا ويعني نزلت راسها بعد فتره. انت لو قلت لي اياها ولا مين؟ مش انا لا. في واحده كانت قاعده وراه لابسه طاقيه طولت لرجعت نزلت راسها. مش عارف لو انا يعني شفت. انا ما شفت الفيديو انا شفته على فيسبوك يعني. انا هقول لكم بقى الموضوع المحيط رقم 1. كل مؤتمرات البريزيدنشال كانديديتس بتكون متأمنة ببريمتر آمن. يعني ايه بريمتر آمن؟ يعني بمحور آمن. في قناصين يعني لازم يكون على الأقل مسافة 200-300 متر بره التجمع متأمن. يعني ايه متأمن؟ الأسطح نظيفة ما عليهاش حد، كل العمارات متأمنة عليها أفراد أمن. كل ده ما حصلش يوم التجمع ده. رقم 2. في ناس شافت القناص وهو طالع وكلموا الشرطه عشان تيجي والشرطه جت وقالت لهم مالناش دعوه. اللي هم بتوع السيكريت سيرفيس والاف بي اي كانوا موجودين في المكان بصوا وراحوا. ده رقم 2. رقم 3. الديتيل بتاع ترامب في ستات اوكي في السيكريت سيرفيس. طيب الديتيل بتاع بايدن ما فيهوش ولا ست. طيب فهم مدين له لايتر فيرجن تير اقل من السيكريت سيرفيس. واكبر دليل على كده بس هو بريزيدنت سابق يعني بس لازم ياخد ديتيل قوي برضه. لا لو سمحت قصدك ان الستات مش كفؤ يعني؟ مش الستات مش كفؤ بس دي بتتعامل انت شفت القصيره اللي راحت غطت عليه. لو طلعت الصوره دلوقتي في واحده راحت غطت عليه كانهم بيبروزوا وشه. والله العظيم كانهم بيبروزوا وشه. يعني مش انه الستات اقل بس يعني بس انت المفروض بتبعت اجمد يعني زي العمال لما تبني بنايه ما حتجيب ستات. لا ممكن يجيب ست عادي يعني. انت بتدور على اي بتدور على اي حته احكيها. اي عربيه تركن وخلاص سايس جراج فاضي. يعني انت مش مع انه هو دبرها لحاله. انت مع انه في حد دبرها له. وغير كده بعد ما ده اللي هم سموه منتلي ديسترد مش عارف ايه شاط عليه طلعوا نظفوا السطوح
اوكي نظفوا السطوح من كل الادله، وقعدوا 3-4 ايام يقول لك احنا مش عارفين نفتح موبايل ومش عارفين، لما فتحوا ما لقوش حاجه. فبالتالي الموضوع كان مدبر. مين يعني مين؟ الدوله العميقه الامريكيه حبيبي، ده هيفتح كل ملفات عليهم والله. زي ما هم حاولوا يسجنوه هو هيخش يطلع يكشف المستور، عامل زي شيخ الحاره ده دونالد ترامب، هيفتح عليهم. هيفوز يا ترى دونالد ترامب وهو قاعد في بيتهم دلوقتي فايز عشان كاميلا. لا كاميلا ولا باميلا، لو جابوا دبر املا مش عارف يغلبوه. حلو صح؟ حلو صح. بس انا ما فهمت ليه انت كنت بدك يلا قبل ما تصور انه كمالا هتصير صعبه انها ترشح حالها. كمالا ما عندهاش، ده لسه اسوأ من بايدن. انت سمعتها وهي بتتكلم؟ هي جحشه ما فيش خالص، في الضياع. بعدين الناس في امريكا وجت من ارتفاع الاسعار، وجت من كل حاجه، وجت من الحروب اللي امريكا داخله فيها يمين وشمال وعندهم مشاكل ماديه في البلد. ما دخل باي حرب. ميزه ترامب يا باشا أبجني تجني. انا بس الحاجه الوحيده اللي كانت عجباني عن ترامب بنته الصراحه. لا الصراحه إيفانكا. هو ترى هو كمان كان بيحبها وبيحكي لك لو مش بنتي كانت صاحبتها. دي لو بنتي كنت صاحبتها برضه عادي. بقول لك ايه، ده حتى ابنه الكبير، انت شفت ابنه الصغير ما شاء الله ما شاء الله، هم بنات واطفال. طوله 2 متر يا عم. لا يا عم عمره 21 سنه. عدى الليجل ايش يا صاحبي. طوله 2 متر وشكله جميل والله. جينات ترامب فنانه، بس هي عليه هو مش ظابطه. بس ايفانكا ماخذ هذا جيرد الجحش يعني. انا اللي فعلا يعني استوقفني في الموضوع انه ازاي قدروا يقلبوه من فيلن لبطل قومي. مان امريكا ايه ده برو؟ هاي الصوره اللي هو هيك عامل، شفتها؟ شفتها. الميديا كلها الاسبوعين اللي فاتوا، اللي كان على الفنس دلوقتي بقى دونالد ترامب بقى سوبرمان. تحول من اكتر شخصيه مكروهه في امريكا من 4 سنين لاكتر شخصيه محبوبه النهارده في امريكا. بيقول لك امبارح واحد من دول الباندتس بيقول لك لو طلعوا كلينتون وطلعوا اوباما وطلعوا ميشيل اوباما وترشحها على نفس التك مش هيقدروا يغلبوا ترامب. اوف لهالدرجه؟ خلاص خلصانه يا حبيبي. بس يا اخي يعني موضوع هم اتوقع هيزوروا الانتخابات يا باشا. لا ما بيزوروا هم يا عم بيزوروا يا عم. زوروا اللي فاتت وهيزوروا اللي قبلها ويزوروا لما تاني. بايدن فاز كانت يا عم. وعمك براك برضو نجيب لك واحده اسمراني حلوه كده علشان يمشي الدنيا طب ولما فاز ترامب برضو تصوير كانت؟ لا ترامب بص انا بالنسبه لي انا ترامب فان. ترامب ما بيكسب بالحق. ترامب النادي الاهلي بيكسب بالحق. الباقي كله الزمالك بيكسب غش الحكام. تلاقي مالنا ندمانين انه ما خلوه يفوز الانتخابات الماضيه. كان هلا خلصوا منه من 4 سنين. كانوا فكوا ايدهم منه. بس هو واضح ان هو تحت جعبته اسرار كثيره لن يستطيعوا الخلاص منها. فيعني خلاص. بس يعني انت كون ان هو بقى اكتر شخص محبوب ده ما يدلش ان هو this is a marketing stunt. بس ازاي؟ انت لازم تبص على الميكانيكس. يعني انت دلوقتي انت حط نفسك مكان الشوتر على بعد 130 ياردة، يعني كام متر؟ يعني تقريبا 200 متر. الياردة بقد ايه ما بعرف. المهم 130 ياردة 140 ياردة النهارده يعني. يعني مثلا انت واقف على نص الملعب وعايز تشوت الكرة مش بندقية على الحارس في الجون تقريبا نفس المسافة. هتعرف تجيبها في ودنه؟ لا بس الكورة مسدس. ما انا بقول لك بديك اكزامبل. شوف الطلقة نقطة كومبيرد للكورة، وهتشوط برجلك هتشوط بايدك، هتعرف تجيبها في ودنه؟ ما اعرفش يعني اجري تو ديساجري يعني. بس هتعرف تجيبها في ودنه؟ هتعرف تجيبها في ودن الحارس لو اتضربت كتير يعني. لازم الحارس يعمل لك كده وتخبطها في كل راسه. طب انت شفت الناس اللي راحوا على وفي ناس ماتت. شو في 4 ماتوا في الجمهور. كيف؟ لان هو لما ضرب اول طلقه وما جاتش فضل فتح بقى. في 3 ماتوا او 2 أو 4 مش متاكد من الرقم، بس في ناس ماتت. انت شفت اصلا لما طلع مغطي دانه، في ناس اجوا على الرالي تبعه مغطين جنيهم. خلاص صارت يعني دي بتاعته. هلا هيفوز على فكره. انا حاسه خلاص يعني فور شور هيفوز يا عم. ويلا وخلي بقى الدنيا تمشي وتسلك خلاص. هو على فكره هو الاشي الوحيد اللي فشخه الكورونا. لو تعامل مع الكوفيد بطريقه احسن كان حبوه ضله. لانه at some point حتى الريبابليكانز كانوا كارهينه يا باشا وقت كورونا. ما بعد حب اللي بعد عداوه، ما محبه اللي بعد عداوه. صح ولا يا محمود؟ صح الصراحه. محمود انت مشغول في اللابتوب، سيب اللابتوب لو سمحت.
انا مش عارف، انا مالكش انت في المواضيع دي. ماليش في المواضيع دي قوي، بس يعني انا ليا في بنته يعني. يعني نرجع لموضوع بنته، ان انتوا تجاهلتوه تاني ده. أنا موضوع بنته حلوه، بس انا يعني شو اكتر شيء بتحبه بنته؟ يعني جمال التضاريس، طبيعه المناخ، ضعف الدوله العثمانيه. عارف انت اللي هي إيه؟ عارف انت اجابات الثانويه العامه دي، وقله الاقاليم وضعف الحكام والحاجات دي، الاجابات النموذجيه دي، عارف انت بسم الله الرحمن الرحيم، الاجابه تونس. الاجابه تونس. فبس يعني صارت بت وتكه من الاخر يعني. انا شايف ان مراته احلى. لا يا زلمه، ايفانكا مش ايفانكا، ميلانيا ترامب. هي نفسها مش طايقه حالها ترى. ما هي مستحيل حالها، علشان يعني انت لو يعني جوزك لو انت متجوز ترامب بتطيق نفسك. كيف انا ضحكت لمحمود واحنا بالمطار، هي قدام تضحك له لترامب. ولا بس انا معيش فلوس، انا ترامب معاه فلوس، فاهم؟ انا لو هسلك لحد معاه فلوس ويتجوزني والله ما عنديش مشكله، ده نضحك له ليل نهار يعني. اضحك له ايه ده؟ انا اقلب له اراجوز. خلاص انت تضحك لي وانا ادي لك اللي انت عايزه. سريع البديهه. ميزه محمود يا جماعه انه سريع البديهه، يعني بنكون قاعدين اوت اوف نو وير بيطلع لك النكته. عندك وان لاينر على ترامب؟ لا مش قوي يعني. ما عندكش لسه؟ وي كانت سي ذا شيتوس. لا ما ينفعش محمود. انت عارف بقى محمود حسين شيتوس. وجو ماشي من الانتخابات بقى، قال لهم ايه؟ قال لهم ايه؟ بايدن. مره كنا قاعدين على سيره هو اكثر حدا عشوائي بالتاريخ. مره كنا قاعدين فعم نحكي بمواضيع عشوائي، يعني من العشوائيات ولا من العشوائي؟ راندوم يعني راندوم ما تقولش بس عشوائي بس عشان تربيه التجمع يعني. اوكي، من التجمع الاخ قاعدين فبتطلع على فيدر بكيرو، انت عارف انه ميكي ماوس فتح بيت دعاره؟ شو فيدر حكى له شو؟ فلا سمع ديزني لاند. دي ينفع تطلع؟ ينفع تطلع برو ديزني لاند عادي كتت لو مش عاجبني. لا ننزلها ريل يا باشا، ممكن لا ننزلها ريل. محمود اللي حكاها والله ننزلها ريل، وانت اللي قلتها مش هو اللي قالها. And we are back. هي اوكي عندي خبر تاني. في نادي كويتي. اوكي عارف انت الخبر ده؟ اوكي في نادي كويتي اسمه كاظمة الكويتي راح مصر، لعب ماتش مع نادي اسمه تليفونات بني سويف، فاز عليه 7-0. اوكي انت عارف الخبر؟ اوكي بعدين نزلوا في السوشيال ميديا عشان يحتفلوا وبتاع. تليفونات بني سويف نزل بيان انه احنا ما لعبناش ماتش مع كاظمة الكويتي. ولا وين مضحك انه وكيل اللاعبين هو طلع عامل النصبايه دي. فين المضحك اكتر؟ هل تتصور ان وكيل اللاعبين ده ليه علاقه بمحاوله اغتيال ترامب؟ بجد انت عارف الموضوع ده؟ وكيل اللاعبين جاب ناس من الشارع عشان يلعبوا بالهاي وكسبوهم 7-0 7-0 او 7-1 يعني ما اعرفش جابوا جول ازاي وهم جايين من الشارع، بس والله يحسب لهم مبدئيا. رقم 2 يعني ما شكوش، ما حدش خد باله ان اللعيبه دي مش لضمه على بعض، ما فيش تكتيك. يعني لفت نظري انه اسم النادي تليفونات بني سويف. لا بس ده نادي قديم موجود عندنا في مصر. تليفونات بني سويف. احنا عندنا انديه شركات، في انديه شركات يعني ممكن انت مثلا شركه ابوك تعمل نادي وتدخل الدوري عادي. نادي بالعربي. لا مش الدرجات دي يعني، مش هندخل نزغزغ اللعيبه عشان نكسب جوان. قول له حتى لا المعاش ما عرفش ينزل. عارف اقول لهم حله رز شطه جابت جون. بذكرني بالفكره تبعت مره قنبله وقعت على القهوه عملت بون. هيك انه قد تبعته. واضح انتوا الخبر ده مش جايب معاكم حاجه خالص. خبر ضحكني بس عادي يعني. متوقع ايه من عادي تحصل يعني تحصل. طيب وشو في اخبار كمان؟ ده الخبر المين. في ديدبول نازل دلوقتي. اي توقعات؟ هيبقى حلو ووحش؟ ديدبول وولفرين. هو يعني بما ان مارفل خدت حقوقها بقى من فوكس وديزني اشترت فوكس وكده، فحقوق ديدبول رجعت لمارفل لانه كان في خناقه ما بين سوني ويعني كان هو مارفل كانت متوزعه على 3 شركات، مارفل وفوكس
اللي هي ابتدى، وسوني كانت مسؤوله عن فينوم وسبايدر مان. حتى سبايدر مان 1 2 3 والحاجات دي كانت سوني. بعدين ديزني اشترت مارفل، وديزني اشترت مارفل، وديزني اشترت بقى ايه فوكس، فكده حقوقهم بقوا في بيت واحد. انت عارف اصلا شو القصه بالبدايه صح؟ انه كانوا مش لاقيين ناكله، متعسرين. راحوا بدهم يبيعوا كل شيء لسوني. سوني قالت لهم لا هاي كله زباله كبوه، اعطونا بس عالم سبايدر مان. اخذوا عالم سبايدر مان، وفوكس ما اخذت عالم الاكس مان، وضل كم من كاركتر تعبان عندهم. هم كانوا شايفين انه ايرون مان وثور كابتن امريكا هدول على الكب، تواضعوا لهم اياها. بعدين معلم مارفل جابت لك ايرون مان 1 ايرون مان 2 ايرون مان 3، بعدين نزلت لك بكابتن امريكا ثور، بعدين بالافنجرز سوت $1.5 مليار. هاي ارقام يعني كانت بس عملها اولاد رزق 3 افاتار اولاد رزق 3 افاتار وتايتانيك. ما عشان ما يتخافش علينا احنا اللي بيتخاف مننا يعني، ونام بدري عشان اكس على الكلام. خلصانه باكس من ثواني خلص ادانا ونكمل، مش هنقوم نرستر نكمل. لا الله استغفر الله. هو تكنيكلي يعني نكمل يعني، هو علشان الاذان هيطلع في الريكوردينج، ما يطلعش في الريكوردينج. طيب انا عندي سؤال، مين شخصيه ديدبول هو مين ممثلها اللي تحت الماسك؟ راين رينولدز. ده اللي هو بقى ملياردير اوريدي من استثماراته، صح؟ انتوا عارفين الموضوع ده؟ كان عنده مشتري نادي او ليه اسهم في نادي ريكس هام، ده شاريه. اوكي. وعنده كان شركه موبايلات، يعني هو ده الساويرس بتاعهم. تخيل لو ساويرس. وكان عنده شركه كحوليه، هو بيطلع بشخصيته يعني، فاهم؟ اللي هو بيطلع يهزر كده، فاهم؟ ما بيمثلش، بالظبط، ما فيهاش تمثيل، فاهم؟ انا جاي اهزر. وديدبول ترى لما مارفل اشترت فوكس كان يعني كان ممكن يموت لانه ما عنده افلام 18+. فكانت دي تشالنج ليهم يعني، ان هم ازاي مارفل تعمل حاجه بلس 18. وسؤال، ولفرين انا شفت انه لابس بدله صفراء، ولفرين في اكس مان ما كانش بيلبس بدله، كان بيطلع عريان. الكوميك الكوميك اكيوريت فيرجن هي البدله الصفراء. فدي اول مره بقى، اول مره يلبس بدله. فالفانز سطر نفسه يعني. الفانز اللي زي كده، وبقى بيشتم بقى وكده وبتاع، فيعني. طب بس انا احكي لك حركه صايعه عملتها مارفل، ايه اي بليف حتساعد الفيلم. كابتن امريكا الجديد اللي فيه اللي حاطط الزنخ الممثل. مين الزنخ؟ شو اسمه؟ الاسمراني. هو سام ويلسون، بس مين شو اسمه الممثل؟ ايه ده، هو عامل سوبرمان اسمر؟ لا كابتن امريكا. كابتن امريكا باسمر زمان باسمر من لا والله. ده ايه التقدم ده؟ فاول ما اعلنوا عن كابتن امريكا 3 كابتن امريكا سوري الجديد، حكوا حيكون في سوبر هيرو موجوده اسمها صبرا سوبر هيرو اسرائيليه، طلعت بالسبعينات ولا بالثمانينات يعني. اوكي تزبط يعني. شو عنده هلا اذكياء، طلعوا اعلنوا انه صبرا نو لونجر موجوده بالفيلم، وصارت الكاركتر روسيه من بلاك ويدو. فانا اي ثينك انه عملوا الحركه هاي استعطافا لينا يعني. لا مش استعطافا الفلوس يا حبيبي. بدهم الناس اكتر تدخل الفيلم. هو ماركت يحتم عليك انه يعني مثلا كان في فيلم سونيك، الفانز كلها يعني فيلم سونيك لما نزل التريلر بتاعه كان شكله شبه شراب رجلي. سونيك كان فعلا شكله شبه شراب رجلي، كان شكله صعب. الناس كلها على تويتر، وايام ما كان تويتر بقى مش اكس، طلعوا قالوا ان لا عايزين نتغير وكده. فديس از ذا باور اوف ماني از يو سيد، ماني اللي هو الفانز لو مش عاجبهم حاجه هيكنسلوك او هيغيروك. انا بعرف ناس ما كانوا مش هيحضروا مارفل قاطعينها، بعد ما قرأوا يحكوا ايه حبيبي يلا ديدبول نحضر. لا والله. ماني توكس يا صاحبي والله. طب لو انت تبقى سوبر هيرو تبقى مين فيهم؟ لا بقى السوبر هيرو بيك شو. لا ده WWE. لا تختار سوبر هيرو فيهم تبقى مين؟ هختار فيلن كونستانتين يعني. هو مش ايه كونستانتين ده بقى بيعمل ايه؟ جون كونستانتين ده بيعمل ايه؟ ساحر اسود بقى. بيعمل الحركه دي بقى بيعملها بجد بقى. بلاك ماجيك بقى وكده، ويعرف بيعمل اعمال بقى وكده. خلا نوسه يعني. عمل سفلي فاهم على رجل غراب اعور وكده وبتاع، فاهم؟ غراب مشلول ولا حاجه. بدر بيطلع مين ترى؟ انت بدي اياك تحكي. انا بدر شبه بلاستيك مان. لا ماجنيتو بيطلع. ليش مانو عشان اقرا بس. طلعه تبعته. انت عارف ان الممثل ده شاذ اصلا؟ لا مش ماجنيتو سوري، دكتور اكس. دكتور اكس هو الاصلع مش ماجنيتو. لا دكتور اكس مش ده اللورد اوف ذا رينجز. ده اللي شاذ يا حبيبي. هو ده اللي قصدي عليه. مش ماجنيتو.
دكتور ايه؟ لا ماجنيتو هو اللي شاذ. لا اللي قاعد على الكرسي. لا اللي مش اللي قاعد على كرسي دكتور اكس. ما هو اللي قاعد على الكرسي هو الشاذ. والله يا حبيبي لا والله اللي قاعد على الكرسي شاذ. بدي اعملها سيرش. من منهم شاذ. دكتور اكس الصراحه هو شبه طب ايه بلاستيك مان ده؟ ايه خصائصه؟ زي البلاستيك كده، بيمدي ايده ويرجع يطول يقصر. عرفته، ده اللي طلع فانتاستيك فور. ده رابر مان، ده ريتشارد ريدز ده بتاع مارفل. بتاع دي سي بقى هو بلاستيك مان. هو كل شخصيه ليها نسخه هنا ونسخه هنا. هم بيقلدوا بعض. زي الكوميديانز في الكار بتاعنا كده يعني. ماشي اوكي. يعني مثلا ديدبول في قدامه حد الناحيه الثانيه بقى. في قدامه حد الناحيه الثانيه. ويد ويلسون، سليد ويلسون. ايه سليد ويلسون ده بقى؟ سليد ويلسون اللي هو ديث ستروك، حتى الماسك بتاعه شويه شبهه وسيريس. يعني هو اصلا سليد ويلسون جه بعدين ويد ويلسون جه. ويد ويلسون اللي هو ديدبول. حسام وابراهيم حسن. حسام حسن وابراهيم حسن. مثلا سوبرمان يعني مثلا باتمان، ايرون مان. اوكي. كابتن امريكا ده مش ده. لا ده شاذ. لا مش ده التاني. الاتنين شبه بعض. اللي طلع في لورد اوف ذا رينجز. ده عنده اولاد. لا يعني هو مش معيار مبدئيا. بس ما علينا. وكان متجوز 3 مرات. 3 مرات يبقى ده معيار. ماشي اوكي. بيحب الحريم. وانت لو سوبر هيرو؟ انا ذا فلاش بدون ما افكر. مين ذا فلاش ده؟ بيعمل ايه؟ ذا فلاش ده باري ألين او جي جاريك او بيعمل ايه؟ ما تقوليش اسامي. فاستست مان الايف. فاستست مان الايف. بس خلاص عشان كده هيتطلق بدري. حلو. وعلى فكره بالمسلسل تبع ذا فلاش هم مسلسل فلاش زنخ كثير زنخ. اول سيزون كان حلو. هو اول سيزون بس اللي كان حلو. بعدين صار عارف لما تجيب ابن اختك يكتب مسلسلات هيك يعني صوبت فاميلي تي فلاش يلا نقتل بعض يلا هنحارب الشرير بقوه العاطفه. بعدين صار ذا فلاش خوال. صارت مرته هي اللي يلا يا حبيبي اعملها بليب بس سيبها وهو عملها بي. يلا يا حبيبي you can do it بس حضرته كله صراحه. ما انا فكره. انت عارف ان ده مدمن زهره وزوجها. اسمها ايه؟ اسمه ايه اللي انت بتتفرج عليه؟ الحاج متولي. لا غير الحاج متولي. عطار 7 بنات. بيتفرج عليه كل يوم. انا اتفرجت عليه. لا ده بيتفرج عليه لسه كل يوم. اون ريبيت. اون ريبيت نحن نحضرهم يعني. ليش معنى برو مسلسلات زمان غير مسلسلات هلا. ما تدينيش مسلسلات زمان ليه بتتفرج عليه؟ اول شيء القصه فيها 7000 مليون كاركتر. هاي رقم واحد. ثاني شيء نور الشريف انا بالنسبه لي يعني توب يعني كل ما فيه بيجي تحتي. انت لما تشوف نور الشريف تحضر له المسلسل بعدين تحضر له مشاهد تمثيل وتكتشف قديش هو زلمه يعني فنان وعارف. انا بالنسبه لي صرت احضرهم زياده بعد ما يعني عرفت هذا الجانب تبعه. تجي القصص نفسها يعني بتشدك. متفرج على حاجه ريسنت دلوقتي؟ ندي الناس ريكومنديشنز يتفرجوا عليها. مسلسل رامي. دو تيل. رامي اللي هو ده طلع على ايه؟ طلع دلوقتي على غالبا على OSN. بس هو على هولو مش موجود عندنا. بس ايه هولو OSN هنا. اوكي OSN هنا موجود. حلو. هنا نزل سيزون جديد؟ لا هو وقفت انا عن سيزون 3 مستني السيزون الجديد ينزل. مسلسل حلو بيتكلم عن انت كمسلم في امريكا عايز تشوف حياتك بس انت عندك صحاب زيك بالظبط. هو قصه محمود دي. لا مش قصه محمود. قصه محمود اقسم بالله. لا اللي هو فعلا ايدنتيتي كرايسيس بجد. يعني ازمه هويه عنده واحنا بنحاول نفهم. هو احيانا بيبقى مسلم قوي، احيانا بيبقى عاصي قوي، واحيانا بيبقى عاصي الحلاني نص نص. لازم نكنسل الحلقه دلوقتي. كملوا. فالمسلسل حلو يعني. بس يعني احيانا بيتطرق لحاجات مش فاهم تابو شويه. فمش بنحب نقرب لها قوي يعني. بس يعني اي لايك ات. ما بحسه بيشبه العرب لانه بيشبه العرب اللي بامريكا بس ما بيشبه. هو مش لينا احنا، هو ليهم هم. وانت لو عايز تتفرج عليه اتفرج عليه. لذيذ. انا ما حضرته صراحه بس يعني لذيذ بس انا ما حضرته. مشغول عم بحضر. انا اتفرجت على رحله 404 بتاع منى زكي. اوف ايه ده؟ هو قصه بيتكلم عن فتاه ليل تابت. اوكي وعايزه تروح الحج فبتقع في طريقها عراقيل بالهبل من اول ما بتقرر. وبعدين هو يعني ماشي كله لينيا مفيش فلاش باكس. فهو بيحكي لك ماضيها من خلال المواقف اللي هي بتمر بيها النهارده.
وهي راح الحج لسه ما راحتش الحج يعني، لسه هي اشترت الحاجات وخلاص، بس لسه ما راحتش، عم بتحضر. فكل المواقف اللي هي بتمر بيها بتحكي ماضيها. انوفيشن ليفل 1000. وطبعا لانه فيلم حلو وفيلم متعوب عليه، ما جابش ايرادات في السينما ولا جاب مشاهدات على الستريم. عندك فكره؟ ما اظنش انه عمل ارقام، لان انا ما اعرفش ان هو اصلا نزل السينما. انا فوجئت يعني، كنت بدور على حاجه اتفرج عليها ودخلت على ايجي بيست. ترى نازل على شاهد، احضر على شاهد حبيبي. احب اقول لك انا الاي بي تي في مش مخلي ما قصر. الاي بي تي في يا معلم فاتح كل قنوات العالم. بتفرج على، ما كنتش بتفرج على كرة قدم امريكيه، بقيت اتفرج على مش عايز اضيع فلوس اشتراك الاي بي تي في. بقيت بتفرج على بيسبول، بقيت بتفرج على رياضات ما كنتش عارف انها موجوده. بس سبيكينج اوف اي بي تي في، قبل ما اروح لاي بي تي في، 404 رحله 404 لازم تتفرجوا عليه. تعرف ان 404 ده ايرور اصلا؟ انا ما اعرفش هم قصدهم انه رحله 404 معناه ان الرحله مش موجوده، انه يعني this does not exist، ما اعرفش. بس انا عارف انه كان عليه مشاكل رقابيه عشان كده اتاخر. كان في كاركتر اضطروا يلغوها، وكان في اسم الفيلم برضو اضطروا يلغوه، مش هنقول اسمه كان ايه. انت أوكي. انا قريت، انا عملت ريسيرش، عيب عليك. انت عارف ليش لغوا؟ انا عارف هم ليه لغوا one of the characters. اوكي حلو. انا ما اعرفش بقى مين فيهم اللي خلوه بس introduction. انا بتهيألي انا عارف مين فيهم. انا عارف. طيب احكي لك بعد لما نسكر. اللي كان جوزها. انا مش حاضر الفيلم لا، ما انت قول لي واحد مشهور ولا مش مشهور؟ مش حاكي. لغوا الخصله دي من الكاركتر، يعني الكاركتر لسه موجود بس لغوا منه الخصله دي. اللي لسه موجود اي ثينك سو. السؤال هل كان كاركتر كومبارس؟ ببعت لك استنى ثواني. ده سوسه ده ابتدى يدور. بس زوسه ابتدى يدور على فيسبوك على اي صفحه هاي بتلاقيها. ماشي، بس الكاركتر اللي اتلغى لسه موجود وبس لغوا المشاهد دي. انا حضرت فيلم، انا بس بعرف انه الممثل الفلاني كان المفروض ممثل مشهور. مش عارف انه مشهور. اقول لك مثل ايه ده؟ مش هو نو واي. يعني هم ادوا له تريد تانية غير التريد دي، خلوه نو. والله ذاتس جينيس. التعديله دي انقذت الفيلم. هبعت لك المقال. التعديله دي انقذت الفيلم لانه كان تو ماتش. لو كانت اتعمل كده كان هيبقى تو ماتش. ان هم خلوه مضيع حياته في مش عارف ايه، ده احسن. اتفرج على الفيلم. سبيكينج اوف اي بي تي في، احب اقول لكم الامريكان اقسم بالله مش استهلاكيين. انا بتفرج على مباريات في دوره صيفيه دلوقتي هم عاملينها زي الدورات الرمضانيه عندنا. طيب. والله دوره صيفيه باسكت. بقى بتفرج بيطلع لي اعلانات، لسه بيعملوا اعلانات حلل والله العظيم. لسه بيعملوا اعلانات اللي هي عارف المنظفات دي اللي هي المكنسه العجيبه. لا مش ممكن. الامريكان لسه عايشين في التسعينات لانهم بيخلقوا الطلب. يعني انا كنت عم باخذ حلقه الدحيح ماشي عن تويوتا، كان عم بيحكي انه كيف بامريكا يعني بيسووا البرودكت وبيخلقوا الديماند. هو عندهم البرودكت موجود انه يبيعوا، فبدي كريت ذا ديماند فور ذا بيبل، والناس بتحب يعني بيخلوا الناس تحس انه انت لازم تشتري. انا نفسي اشوف اعلان حلال اللي انت بتتكلم عليه ده. سواء اعلانات مصر لا تقارن يعني. لا اعلانات مصر القديمه بس دحلاب دحلاب النحله ببسبوز صح. هي النحله ام بسبوز دي. كل النحل ببسبوز. في كده حاجه كده بتتلف كده اسمها نحله ببسبوز، ما اعرفش دي والله اسمها. انت عارف النحله ببسبوز دي اللي هي بتتلف بخير ايه دي بقى؟ دي ايه دي؟ يويو ولا دي ايه دي بالظبط؟ حاجه كده. عارف انت صراع البلابل؟ هاي سأوريك قوة بلبلي وكده وبتاع. ما شفتش بيبليد اوكي بس بس ده بيبليد معمول تحت بير السلم يعني. والله ده بلبل تعبان. ده بلبل حيران. صراع البلابل. ايه صراع البلابل ده؟ اللي هو بيبليد. انت شفتش على سبيستون كان بيجي كانوا يحكوا سأوريك قوة بلبلي. والله والله بجد عشان هيك طالع مشطوب بالاخر. ما انا كنت بوريهم قوة بلبلي يعني. انت فاكرني دريك ولا ايه؟ هلفه طيارة. اوكي ننهي هذه الفقرة ونتجه الى الفقرة الأخيرة.
لا انا عايز احب واتحب ويتقال لي يا كتكوتي يا دبدوبي يا حد يا خرتيتي، يعني اي حجم اي حيوان كده في النص انت يعني. بتحب سنه 2001 يعني هيك حاسك. يعني ما انا كان عندي ساعتها سنه يعني. انا مش، انا اقول لك ليه ده حصل معايا. انا وانا صغير كانت البنات الحلوه بتبوسني وانا كنت زي الكلب بمسح البوسه يعني. فانا عشان انا اتبطرت على النعمه ربنا بيعاقبني بجد والله. طب سؤال، انت دلوقتي عندك، حاسس ان عندك رومانسيه منسيه غير، ايوه منسيه غير ممارسه. اوكي ليتس سي ان انت دخلت في علاقه رومانسيه. ايوه انا افترض ايه اكتر حاجه رومانسيه هتعملها؟ ده انا هعيشها ملكه اقسم بالله. زي ايه بقى؟ هتعمل لها ايه؟ ده انا هسالها كل يوم هي بتعمل ايه، هسالها على تفاصيلها. هتقول لي مالك، اقول لها مفيش، اقول لها مالك 120 مره يعني. هقعد اسالها مالك 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 مالك, مالك. رغم ان هي هتجاوب عند ال 121 يعني. يعني انا عارف. واقعد والله اعيشها ملكه، مش هخليها هي كده هتعيش ملكه ان انت تقعد تسالها 120 مره. لا. كل مره يعني. لا ما اصل هو لازم دي بفلوس يعني. لا مش بفلوس والله يعني. اخرجها، هفسحها، اعمل لها سربرايز بارتي، اوديها تريب تو بالي. بس حسيت انا عايز اصاحبه. نخرج مثلا نعمل اكتيفيتي سوا. بالعكس يعني شوف هي بتحب ايه مثلا بتحب راين رونالدز، اجيب لها مثلا ديدبول صغير عشان اعمل فلوس، معيش فلوس مش هجيب راين رونالدز. لا راين رونالدز انا لو اقدر اجيب راين رونالدز اخليه يرتبط بيا انا، سيبها هي يعني. طيب سؤال، ايه دلوقتي انت بتدور؟ انا مش بدور يعني، انا فقدت، انا يأست. انت فاتح باب قلبك زي باب الاستوديو كده، اي حد يخش. لا ما انا غيرت المفاتيح خلاص. على قلبك ولا على الاستوديو؟ على الاثنين. على الاثنين. طيب دي اللي تديها مفتاح عشان تخش، ايه مواصفات؟ ايوه هو ده اللي موديك في داهيه يا حبيبي. ما ينفعش اي واحده. انت قلبك مش باب الاستوديو، انت دي مشكله. هي هنا تكمن المشكله ان انت مش محدد اي مواصفات لام السوفت وير اللي انت عايز تنزله. اوكي. انت داخل النت وبتنزل اي حاجه قدامك. اوكي لازم تختار. انا عايز واحده ما تكونش هي والدنيا عليا من الاخر يعني على فكره لما تيجي تختار عربيه، اوكي المبدئيا العربيه مش المفروض تعطل. حلو. فده المبادئ. يعني ما ينفعش مثلا تروح العربيه انت شبهت المؤمن بالعربيه عشان انا بركبهم هما الاثنين يعني ولا ايه؟ دي هتتشال. المهم العربيه لما تروح اجنس، اوكي تختار عربيه. اوكي انا مش بشبه الستات بالعربيات، بس انا بقول ان تشبيه مجازي. اوكي لما تروح تشتري عربيه، اوكي مش هتقول والله من ضمن مواصفاتها انها ما بتخربش. دي عادة تكون هي الدنيا عليك at some point. جيفن. لا يا حبيبي انت كمان. ايه اللي بعتيه اللي انا قاعد في وسطهم دول؟ من الطبيعي ان هي ما تكونش وهي والدنيا عليك. لا على حسب الستات يعني. لا ما هو طبيعي لو لقيتها هي والدنيا عليك يعني سيبها. preferably don't get into it اصلا من البدايه. بس before it's too late يعني. شو it's too late, it's never too late. احيانا بتتجوز when it's too late. لسه ده عمره 25 سنه لسه. at this point لو لقيت انت هي والدنيا عليك سيبها. thank you next. شوف مبدأ ايوه بس لو لقيتها هي والدنيا عليك يعني هي توكسيك. مش نحكي لك ورا بعض في next انت يعني تعرف عليها give yourself the chance، اعطيها الشانس. بعدين لو مش كويسه يعني. طب غير مش هلاقيها هي والدنيا عليا. محتاج تكون سند وظهر ليا. ولا ده مبادئ برضو ده برضو من الاساس يعني. مش عارف احنا داخلين مطعم نطلب سلطات ونطلب، انا مش فاهم ايه المطعم. انت بتطلب يعني انت اوكي هسهلها لك. طلع لك فانوس مصباح علاء الدين السحري، تمام، ودعكت الفانوس. ما يروحش مخك بعيد، دعكت الفانوس. ما تجننيش. العفريت جاله تسلخات ولا لا؟ دعكت الفانوس وطلع لك وقال لك شبيك لبيك المارد بتاعك بين ايديك. اوكي نسميه مارد. اوكي مارد وشوشني. طيب اوكي هتختار ايه 3 مواصفات عندك. 3 مواصفات. ايه 3 مواصفات؟ تكون حلوه من جوه. يعني ايه حلوه من جوه؟ شخصيتها حلوه. يعني ايه شخصيتها حلوه؟ ديفاين شخصيتها حلوه. شخصيتها حلوه ما تعقد له اياها. شخصيه لما هو لازم يبقى يعني ايه شخصيتها حلوه؟ يعني بقى بترمي افيهات يعني؟ لا مش يعني تكون سهله المعشر. هل انت برضه سهله المعشر. بس انت ما حتجيب واحد تفصيل يعني. انت ما حتجيب واحد بالظبط، بس لازم يبقى فاهم الاوفرول. ايوه سهله المعشر كويسه. بس ما بينفع انا يعني ايه اوفرول كويسه؟ شو اوفرول كويسه؟ انت بينفع تيجي بنت تعمل لك تفصيل. مش تفصيل. لا ما هو مش شكلي، ما احنا بنحكي شخصيه. بيضحك بس رومانسي، عصبي بس حنين.
فيش حدا زي لا بس لازم تبقى عارف انت بتدور على ايه. يعني بالسياره فيك تعمل كستمايزيشن، بالمرأة والزلمه تقدرش تعمل. مش كاستمايزيشن بس ان جنرال، يعني انت رايح المحل عارف ان انت يا هتلبس رسمي يا هتلبس كاجوال. مش هتخش الكاجوال تدور على رسمي ولا تخش الرسمي تدور على كاجوال، بس لازم تبقى عارف داخل ادور على بدله ولا داخل ادور على تيشيرت وشورت. انت بقى داخل تدور على مين فيهم؟ انا داخل ادور على واحده سهله المعشر، يعني اتعامل معاها ارتاح اوكي. واقول كل يوم خلاص انا هحقق 60 سنه اللي جايين في حياتي انا عايز اكمل معاك. طيب دي اول واحده. تاني واحده تكون دايما منفتحه وتكون مقتنعه ان الحب ده ما بيكملش، بس الموده والرحمه بتكمل ما بيننا. الله الله الله، ممكن وائل هيكون فخور جدا بالاجابات دي. اوكي. الثالثه تكون تعرف تطبخ سكه ودغري. اي حد هيطبخ لي انا هكون عبد تحت رجليه، سكه ودغري يعني. اوكي. يعني لو اتجوزت الشيف شيرمان، انا رايي ان انت مع المارد تقول له انا عايز 3 حريم كل واحده بالمواصفات صراحه. ممكن تجيب واحده فيها اول 2 وبيعلمها الطبخ، او الثالثه تطلبه من بره او تطبخ لها انت. صدقني الطبيخ ما عادش موجود اليومين دول. انا من مواليد الثمانينات بقول انت مراتك بتعرف تطبخ؟ يا دي كدابه، يلا يا دي كدابه. انت عزمتني عندكم في البيت وجبت اكل من بره، يلا انا عم بوفر كنت ايه لسه لايبات معانا هنا في الاستوديو. دهدي يا راجل يا راجل توفر وقت كنا مجبورين طالعين. بس بقى لايبات في الاستوديو هنا حالك انا بطلب ايش يا اخويا؟ ما عنديش مشكله اطلب لها، بس يعني تكون سهله المعشر وتكون حد احب اعيش معاه ال60 سنه الجايين يعني. ومن تجد في نفسها هذه المواصفات الرجاء التواصل معنا على الخط الساخن 800 محمود 800 شيتوس. And this was it. علي شكرا، نورتنا، اضافه رائعه. we have to repeat it again. ممكن نجيبك كل حلقه ولا كل حلقتين حسب بقى ما انت بتيجي من دبي مسافه كبيره. محمود